ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة والأخوات المشاهدين الكرام المتابعين لقناة سلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مجددا في البرنامج الأسبوعي برنامج قضايا إريتريا. أيها الإخوة والأخوات، لا شك أن من أبرز القضايا الإريترية الاهتمام بالعلماء، الاهتمام بأهل العلم وأهل الفضل الذين يعتبرون أعمدة إريتريا. لا شك أن الاهتمام بعلمائنا هو أبرز قضايانا الإريترية. وبين أيدينا اليوم لقاء ماتع مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور جلال الدين محمد صالح، لنلقي نظرة مقتضبة عن حياته ومسيرته العلمية. البارحة كان هناك قد بدأ هذا اللقاء مع شيخنا الشيخ برهان، وقد بدأ الدكتور بالبطاقة الشخصية وجزءا من مسيرته التعليمية، وسنستأنف اليوم بالمرحلة التي وصل إليها بداية من الجامعة الإسلامية، سواء كان بداية من الكليات أو من قبل ذلك. فحياك الله يا دكتور جلال، أهلا وسهلا بك. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله. حياكم الله شيخنا محمد عبد الله، بارك الله فيك. بارك الله فيك. الآن توقفتم البارحة عند مرحلة الوصول إلى الجامعة الإسلامية. نعم. أريدك أن تطوف بنا في الجامعة العريقة، بارك الله فيك. نعم. قلت البارحة جئت من أديس أبابا وأحمل جوازا إثيوبيا وقتها، وصورة الجواز هي على النظام الإمبراطوري، لم يتغير بعد، وإن كان عام 74 وهو العام الذي خرجت فيه أنا من أديس أبابا كما ذكرت البارحة، كان الانقلاب على الإمبراطور هيلة سلاسي، وأنا كنت حينها في أديس أبابا عندما كان الجنرال أمان عندوم يقود هذه المسيرة الانقلابية، وأخرج الإمبراطور من قصره، وكنت من الذين على الرصيف ينظرون، وهذا الملك المخلوع المتكبر المتغطرس الذي حاربه الإريتريون يخرج من قصره بلعنات من قومه يقولون له ليبا ليبا. حينها كنت أنا. إيش يعني ليبا يا دكتور؟ الليبا هو الحرامي أي نعم. حينها كنت أنا على الرصيف أتفرج، ومعي رحمة الله عليه الأخ عثمان حمدان، ذكرته البارحة وأذكره اليوم وأترحم عليه رحمة الله عليه رحمه الله. وعدت لأن جوازي طالب، وصدر قرار أن الطلاب لا يخرجون من البلاد، فعدت إلى كرن ثم عدت إلى أديس آبا، وخرجت حاجا ضمن قوافل الحجيج الإثيوبيين، ووصلت الحجاز مع والدي ضمن قافلة الحجيج،
وأديت فريضة الحج عام 1974 وبصحبة والدي. كم كان عمرك في ذلك الوقت؟ كان 18 أو 17 ما شاء الله ما شاء الله عمري، وأديت فريضة الحج مع والدي، وكان المسير كله على الأقدام من مكة إلى منى، ثم إلى عرفات، ثم إلى مزدلفة، ثم إلى منى، ثم إلى مكة للطواف. كل ذلك كان على الأقدام، والحج يومئذ لم يكلف إلا بضعة ريالات، 500 ريال تقريبا يعني، وإن كانت 500 في ذلك الحين لها وزنها يعني. لا شك. نعم. وبعد ذلك قبلت في الجامعة الإسلامية طالبا في المرحلة المتوسطة من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. الجامعة الإسلامية كانت لها مرحلة متوسطة، ثانوية، الجامعة. ويوم جئتها لم تكن الدراسات العليا قد فتحت. سبحان الله. وقبلت ضمن منحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، لأن الشيخ عبد العزيز بن باز هو كان رئيس الجامعة الإسلامية وقتها، الله أكبر. وكانت له منح خاصة به نعم. يوزعها على طلاب العلم، على البلدان الذين لديهم إقبال، ولكن المنحة المخصصة لهم من الدولة لا تتجاوز إلا عددا قليلا، فهو يعطي من عنده منح للشيخ باعتباره رئيسا للجامعة الإسلامية حينها يعني تقدمت بطلب إلى الشيخ؟ أيوة نعم، للقبول. وإريتريا يومها جزء من إثيوبيا طبعا. نعم نعم. والمنح المخصص للإثيوبيين بصفة عامة عدد 10 طالب، قليل جدا. قليل جدا. صحيح. وكانت قد ملئت. لا إثيوبيا بساحتها الكبيرة، إريتريا يومها كانت جزء منها، والصوماليين أوغادين والأورومو والأمحرة والتجراي، وهؤلاء كلهم إثيوبيا كلها كانت عدد 10 طالب يعني يعطون منحة. ولكن الشيخ عبد العزيز بن باز بطريقته الخاصة لديه منح خاص يعطي لهذه البلدان منح من عنده، ولكن تحسب على المنحة لأن هذه الدولة مخصصاها له هو كفرد. نعم. فقبلت بأعطاني منحة رحمة الله عليه. ما شاء الله. وقيل لي حينها أنت دخلت حاجا فلا بد أن تخرج، هكذا النظام، وتدخل طالبا. الفيزا التأشيرة. نعم. اختر دولة من الدول القريبة إلى المملكة تسافر إليها، ونحن نبعث لك التأشيرة إلى سفارة المملكة العربية السعودية في هذه الدولة. وكان الطلاب يختارون الأردن ويذهبون إليها، يمكثون يومين ثلاثة ويرجعون. وأنا والدي رحمة الله عليه كان له صديق يعرفه أزهري إريتري اسمه الشيخ سليم الكردي، حييته البارحة عندما ذكرته ما شاء الله. وأحييه اليوم أيضا ثانية، ما شاء الله. وهو من علماء الأزهر الشريف، إريتري ما شاء الله. تخرج في الأزهر وعمل في الكويت إماما في مسجد وخطيبا، وكان في السبعينيات من القرن المنصرم قد زار كرم ما شاء الله. وخطب، صلى بالناس أو خطب في جامع كرن، وزارنا في مكتبة الوالد كان عنده مكتبة عامة ما شاء الله. فأرسلني إليه. في أي بلد؟ في الكويت. في الكويت. فذهبت الكويت واستقبلني جزاه الله خيرا. أدخلوك إلى الكويت دون؟ نعم، الجامعة تعطيك خطاب. جميل. أيوة.
فأعطوني خطاب. يعني الجامعة الإسلامية كان عندهم تسهيلات يعني. نعم. ما شاء فأعطوني خطاب إلى القنصلية الكويتية، إلى السفارة الكويتية، وأخذت تأشيرة الدخول ودخلت الكويت، ووجدت تأشيرتي قد سبقتني يعني ما شاء الله. في السفارة، وأخذت التأشيرة الطالب وعدت إلى المدينة ما شاء الله. المنورة، وواصلت دراستي. بدأت رحلتك من المرحلة المتوسطة. من المرحلة المتوسطة، رغم أنه يعني كان كمرحلة عمرية يفترض أن تكون في سن 18 سنة. أيوة. يفترض أن تكون الجامعة. لا احنا طبعا كليات. أنا كان الوقت هذاك، أنا البارحة أنا ضاع مني 4 سنوات درستها في المدارس الحكومية. ايه. فلما وصلت السنة الرابعة ابتدائي قرر والدي إخراجي من المدارس الحكومية، وألزمني بقراءة القرآن في خلوة قرآنية في بيتنا. ما شاء الله. فمكثت عاما في الخلوة القرآنية، ثم بعد ذلك دخلت معهد ديني ما شاء الله. فمكثت فيه سنة، ثم أيضا أعدت السنة في معهد افتتحه والدي، معهد أصحاب اليمين. فهكذا ضاعت مني هذه السنوات يعني. صحيح. فلما جئت بدأت من المتوسط. ما شاء الله. وحقيقة الأعمار التي كانت معي كانت في سني تقريبا يعني نظاما يعني ذاك الوقت يعني وكأنهم كانوا يتقبلون. أيوة. مثل هذا الآن قد لا يوجد في الجامعة الإسلامية حاليا. الأنظمة أصبحت صارمة، فلا يقبلون في مثل هذه المراحل إلا في سن معينة. ربما تغيرت الأنظمة. أي نعم. أيوة. جميل. وبدأنا ندرس في المرحلة المتوسطة، وكان وقتها مدير المعهد هو كان يسمى معهد الجامعة الإسلامية، كان متوسط ثم ثانوي. جميل. يديرهما شيخ واحد اسمه الشيخ الفوزان. ايه. ودرس معي، كان من دفعتي الشيخ عبد الرزاق ابن الشيخ البدر، عبد المحسن ابن حمد. ايه. البدر. نعم. اللي كان يعرف العباد، فهو دفعتي في المتوسط. يا سلام. ثم كان دفعتي في الماجستير. ما شاء الله. ثم كان دفعتي في الدكتوراه في شعبة العقيدة. كلانا كنا في شعبة العقيدة. ما شاء الله. ثم فصل المعهد الثانوي عن المتوسط، فخصص مدير للمتوسط. نعم. اسمه الشيخ الربيعان. ايوه. توفي رحمة الله عليه. رحمه الله. والفوزان أدار الثانوي، ونحن أكملنا المتوسط. والشيخ المختار الشنقيطي الآن هو عضو هيئة كبار العلماء. الشيخ محمد المختار الشنقيطي. نعم. هذا كان في ثالث متوسط. ما شاء الله. يوم كنت أنا في أولى متوسط. ايه. يسبقك بسنتين. يسبقني بسنتين. ما شاء الله. ولكن كان والده أستاذا في كلية الشريعة، فاعتنى به. صحيح. ولازمه، وكانت له حلقة في المسجد النبوي. ما شاء الله. وهو من تلامذته، فارتقى هذا المرتقى العلمي. ولكن يوم كنت أنا في أولى متوسطة هو كان تقريبا في ثالثة متوسط، فبيني وبينه عامان. طبعا المعهد المتوسط يبدو لي أيامنا على الأقل هو كان خارج أسوار الجامعة الإسلامية. لا، وقتها كان في داخل سور الجامعة. أيوة. وهذا عهدي به. لا، لما أتينا نحن طبعا بعدكم بفترة أنا أدركتك أيوة. يا دكتور في مرحلة الدكتوراه. أيوة، أنت أدركتني في الدكتوراه. أيوة. فكان المعهد المتوسط خارج أسوار الجامعة، والمعهد الثانوي نحن الآن درست المعهد الثانوي في الجامعة الإسلامية في داخل هما كان في داخل الجامعة، ويديرهما مدير واحد. أيوة. ثم فصلا عن بعض،
فأصبح للمتوسط مدير هو الشيخ الربيعان، وأصبح للثانوي الشيخ الفوزان. الفوزان. جميل. والحمد لله لم أتعثر في تعليمي، ما شاء الله. وتجاوزت المتوسط ثم تجاوزت الثانوية. وأبي سماني جلال الدين كما قلت البارحة، لأنه متأثر بجلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي. ما شاء الله. وفعلا عندما جئت للجامعة الإسلامية في المرحلة المتوسطة كما ذكرت البارحة، التفسير كان مقرر علينا الجلالين. تفسير الجلالين. أيوة. وكان يعطينا التفسير شيخ لا أذكر اسمه الآن ولكني أعرف صورته. أيه. وكان يعقب على الكتاب، على التأويلات الأشعرية. نعم. اللي إذا صادفت ذلك كان يعقب عليها يعني. ثم بعد ذلك إلى الثانوية. الجامعة الإسلامية وقتها لم يكن المطعم قد وجد. المطعم نعم معروف. والمكافأة عندما نعطى لم يكن هنالك رقم حساب يوضع فيه حسابك وتحول، ولكنك الطلاب يصطفون ويأخذون. الصراف يأتي بحقيبة مليئة بالنقود، وكل طالب يوقع ويأخذ مبلغه. والمبلغ فيما أذكر كان في حدود 250 إلى 300 ريال، أنا لا يحضرني الرقم بالضبط، ولكنه كان كافيا ومغطيا الحاجات. ما شاء الله. لأننا من الجامعة الإسلامية إلى الحرم عندما تفوتنا باصات الجامعة، أتوبيسات الجامعة، أو حافلات الجامعة باللغة العربية، كنا نركب السيارات النقل الأجرة. نعم. فكنا ندفع نصف ريال. الله. نصف ريال من ما شاء الله. من الحرم، حدود 7 كيلو تقريبا. سبحان الله. من الجامعة الإسلامية إلى الحرم. يا سلام. وعندما نعود أيضا ندفع نصف ريال. فهو يأخذ معه مجموعة من الطلاب، كل طالب يدفع نصف ريال يعني. أيوة نصف ريال، فكان يغطي. ما شاء الله. كل مجموعة من كل أهل بلد يطبخون مع بعض. يشتركون مع بعض ويطبخون. هنالك كانت أماكن خاصة للطبخ يعني يأخذون مواد الطبخ. أيوة. ثم يطبخون. أيوة على شكل دور. ما شاء الله. أيوة كل أسبوع أحدهم يهيئ أو يكون عارف جدوله. ما شاء الله. يعرف جدوله فيشتري ما يلزم ويطبخ. وكنا نتدرب لأن لا نعرف، لم يسبق لنا أن طبخنا يعني. ما شاء الله. طيب في المرحلة الثانوية هل كان هناك مشايخ يعني بارزين درسوك في هذه المرحلة؟ في المرحلة الثانوية نعم، ولكن أنا الآن لا أذكر هذا الشخص الذي كان يعطينا التفسير. أنا الآن نسيت اسمه. هو من العلماء الذين كان لهم حلقة أيضا في المسجد الحرام، في المسجد النبوي. أيوة. اسمه في فمي لكن لا يكون الشيخ عبد القادر شيبة الحمد. لا، عبد القادر الشيخ عبد الحمد كان في كلية الشريعة. هذا كان في المرحلة الثانوية. هذا كان يدرسنا في المرحلة الثانوية وكان قاضيا أظن، ثم أصبح ابنه أيضا قاضيا. سبحان الله. وكانت مكتبة تجارية أمام الحرم، هي المكتبة السلفية. أيوة. وهي كانت المكتبة التي تفوق غيرها بإحضار المراجع والكتب، وكانت ملاصقة للحرم. سبحان الله. هو صاحبها أو شريك في هذا الشيخ العالم. سبحان الله. وهو من جنوب المملكة العربية السعودية. ما شاء الله. كان يدرسنا التفسير. الآخرون الذين درسونا هم من المتعاقدين. أيوة.
وأذكر منهم أستاذا رحمة الله عليه سمعت توفي بالمدينة المنورة، مصري من الإخوان المسلمين، الأستاذ فتح الرفاعي. أيوة ما شاء الله رحمة الله عليه. الله يرحمه. كانت له بي صلة، ما شاء الله. وكان يحبني ويرتاح لي وأنا أيضا ارتاح له. درسنا كتاب الفوائد لابن القيم. درسناه بعدكم. درستموه أيضا؟ نعم نعم. درسنا الفوائد لابن القيم. الله. الشيخ فتح الرفاعي رحمة الله عليه، أظنه سمعت أنه قد توفي رحمه الله. رحمة الله عليه، توفي في المدينة. وهؤلاء الذين أذكرهم والآخرون متعاقدون. نعم. ولا تنسى نحن لما كنا في المرحلة المتوسطة المقرر الذي كان مطبق علينا هو مقرر وزارة المعارف. أيوة. فكنا نقرأ الهندسة والجبر والفيزياء والمواد العلمية زائد المواد الشرعية. والإنجليزي كان عندنا أيضا، كنا نقرأ الإنجليزي. سبحان الله. والشهادة تعادل من وزارة المعارف. أيوة. أما الثانوية لا، مستقلة. منهج الجامعة، منهج نعم. خاص بالجامعة. في ذلك الحين الجامعة الإسلامية السكن لم يكن على النحو الذي وجدته أنت. الوحدات. هذه لم تكن موجودة. نعم. ولم يكن موجود مهجع ألف، المهجع الكبير. أيوة. الوحدة الأولى كانوا يسميونها بعد ما بني كان يسمى مهجع ألف ومهجع باء. أيوة. الوحدة الأولى والوحدة الثانية. بعدين سمي بالوحدات بعدين. صحيح. الآن لكن في البداية كان مهجع ألف وباء. ولم تكن هناك عمادة شؤون الطلاب. كانت تسمى عمادة شؤون المجتمع أو كذا يعني. وكان العميد هو الشيخ عبد الله القادري. ايوه الشيخ عبد الله القادري. ايوه. الله اعلم موجود ولا. يا رحمة الله عليه اذا كان قد رحل عن هذه. الشيخ عبد الله. عبد الله القادري هو اللي كان يعني. بعد ذلك تحولت الى عمادة شؤون الطلاب. فاصبح الشيخ عبد الرحمن الحذيفي هو عميد شؤون الطلاب، إمام المسجد. الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي. أيوة. الشيخ المسجد النبوي. الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي هو كان عميد شؤون الطلاب وقتها. لكن أنا أحدثك الآن عندما كانت تسمى بشؤون المجتمع، وكان الشيخ عبد الله القادري هو المسؤول عنها. فالسكن كان الغرف الصغيرة، رأيتها الغرف الصغيرة؟ نعم. نعم أعرفها. هنالك كان السكن. صحيح. التي أضحت بعدين مكاتب أو شيء. مكاتب، وبعضها مكان مكتبة تجارية، وبعضها حق تدريب رياضي. أيوة. هذه كانت السكن. سبحان الله. طيب الأعداد، كان في أعداد كثيرة في الجامعة في ذاك الوقت؟ كان أعدادا، ولكن جزء منهم كان يسكن في داخل المدينة، في داخل السكن يعني السكن الجامعي، وجزء منهم كان يسكن شيء اسمه الأربطة. الرباط. أيوة. وكانوا يجدون هنالك راحتهم، بالذات الذين يأتون من الشرق. أيوة. الشرق العربي والإسلامي يعني. نعم. أما الذين يأتون من الغرب ومن أمريكا فكانوا يسكنون في هذه المساكن يعني، ولم يكونوا يومها بتلك الكثرة. نعم. يعني أعداد 2. كنت أعرف أخي ألماني وقد صادقته اسمه حسن نداياسينغا، وبعدها غادر ولم نتقابل حتى هذه اللحظة. وجئت إلى ألمانيا وسألت عنه ولكنني لم أستطع أن أصل إليه. حسن نداياسينغا. وكان هنالك أيضا واحد هولندي
فمجموعة قليلة. وحسن هذا كان مولعا بالزي السوداني، يلبس الجلابية السودانية ما شاء الله. والعمامة السودانية. طيب في ذاك الوقت يا دكتور، يعني أنت خرجت من ديارك ومن أهلك وسكنت وحدك لإكمال الدراسة، كيف كان وضعك من ناحية الغربة؟ لا شك أن الإنسان لما يفارق أهله يعني لا شك أنه لا يوجد شعور بالغربة، وبعض الناس يتأثر جدا فيه. وحقيقة أني وجدت من هو في سني من الإريتريين، وكان قد سبقني هو، ما شاء الله. هو أخ اسمه داود إبراهيم داود، وأحييه أيضا من هذا المقام. ما شاء الله. وكان في سني العمر لم يكن فارقا، فكنت أزامله. أيضا كنت أذهب إلى جدة، غالبا أذهب إلى جدة، وهنالك ألتقي بجمال أحمد حبيب، وأحييه أيضا من هذا المقام. وأحمد حبيب رجل كان زميل والدي وصديقه، وهو كان ساكن في الهنداوية في جدة، الهنداوية التي أزيلت الآن عن بكرة أبي. ومن القدماء الذين سكنوا جدة. ما شاء الله. أحمد حبيب. جمال هذا ابنه، وكان قارئا مولعا بالقراءة، ما شاء الله. فكان يذهب إلى الحراج، وكان هنالك أماكن تبيع الكتب المستخدمة حراج، نعم، ويشتري منها، وكان يقرأ الروايات. يا سلام. فيقرأ لا يخرج من البيت، منهمك في القراءة. فإذا أكمل هذه المجموعة من الكتب يأتي إلى الحراج فيبيعها ويشتري روايات أخرى. ما شاء الله. ولأن والده أحمد حبيب رحمة الله عليه كان صديقا لوالدي، ووالدي عندما يأتي من إريتريا ينزل عنده في جدة ويضيفونه ويكرمونه، وأولاده كانوا صغار وقتها. أحييهم أيضا من هذا المقام فيصل، ما شاء الله، وهو والدته سعودية زهرانية. عرفت جمال. أيوة، جمال فيما بعد انتقل إلى ألمانيا. جمال بعدها انتقل إلى يعرفه. أيوة. وصلاح أحمد حبيب الآن موجود في أمريكا، وأيضا أذكرهم ولأنه الصلة كانت قوية جدا يعني. صحيح. وإخوانه الصغار منهم فيصل. فيصل ما شاء الله عنده ذرية الآن. أيوة، يكون كبر طبعا الآن. نعم يعني صحيح. لكن يومها كان صغيرا يعني. صحيح. وكانوا ساكنين في الهنداوية، فكنت أجي أيضا جدة وأروح عن نفسي ما شاء الله مع هؤلاء الشباب وآخرون. ثم تأتي الإجازة، فسنة 76 سافرت السودان، ولأول مرة أدخل السودان ولا أعرفها. في 76 لأنه 75 حصلت الإشكالات السياسية في داخل إريتريا. والأهل 76 نقلوا من كرن إلى كسلة. الله. وأنا كنت في المملكة العربية السعودية، كان يفترض أن أقضي إجازتي في كرن، لكن نتيجة للأحداث السياسية تغيرت الأحوال والأهل سافروا إلى السودان، فذهبت إلى السودان، إلى بورت سودان. وهنالك أهل والدي هم سودانيون من زمان يعني. رحلة طيران ولا سفينة؟ سافرت بالطائرة. أيوة، كانت طائرة من جدة الخطوط السعودية إلى بورت سودان، والمسافة لا تستغرق أكثر من 45 صحيح دقيقة. ولأول مرة أدخل بورت سودان، لا أعرف السودان قبل ذلك يعني. وثم أعود في الإجازة. بعدها طبعا الإريتريين جاءوا بكثرة يعني، بدأوا يتوافدون والجامعة ما شاء الله ازداد عددهم. فالسكن الجامعي كان لم تبنى مهجة علف، وكنا ننام فيها، لم تكن مكيفات.
كانت مراوح، إيه. فالحر شديد. إيه. فعندما يكون الحر البيت السكن المبيت في داخل الغرفة لا يطاق، صح. فكنا ننام في خارج نعم، الغرفة، خارج الغرف. أو في الأسطح. طبعا المدينة في وقت الصيف حرارة شديدة وفي وقت الشتاء برودة متناهية. فكنا ننام خارج الغرف، نأخذ الأفرش ونفرشه في الخارج وننام عليه. الله سبحانه الله. لم يكن مراوح لم تكن مكيفات يعني وكلام. كانوا يحذروننا ونحن ننام في الخارج من العقارب والحيات، لأنه السيف والدواب والزواحف تخرج من جحورها. صحيح. فكانوا يحذروننا من هذا. وكان مستوصف الجامعة فيه طبيب سوداني، يا سلام، توفي رحمة الله عليه رحمه الله، وأخيرا تقاعد ولزم المسجد النبوي الله. عابدا إلى أن توفي رحمة الله عليه. وأيضا أخ طبيب باكستاني. فعندما تحدث مثل هذه اللدغات على المستوى كانت على والمكتبة كانت موجودة، مكتبة الجامعة كانت المكتبة موجودة، ولكن لم تكن في المبنى هذا. المباني كلها كانت من المباني يعني على الطراز القديم كانت المكتبة هناك. بعدها الإريتريين أيضا كان عددهم قليل، وجاء بعضهم من الأزهر من مصر، ما شاء الله. أذكر منهم الشيخ علي شيخ داود رحمة الله عليه، رحمه الله، كان في كلية الشريعة وجاء من الأزهر، كان طالبا في الأزهر. الشيخ محمد عمر حاج رحمة الله عليه أيضا كان طالبا في الأزهر، وجاء إلى الذين أدركتهم أنا، لكن هنالك آخرون لم أدركهم أنا، تخرجوا قبل مجيئي أنا يعني، مثل الشيخ عمر مودوي رحمة الله عليه الذي أسس معهد قندع. يا سلام. هو أيضا خريج الجامعة الإسلامية. الله أكبر. والشيخ عثمان الحاج أيضا هو من أبناء قردات من باركة، وتخرج ثم جاء إلى إريتريا ثم استقر في كسلة. سبحان الله. والشيخ محمد سعيد عارفة رحمة الله عليه أيضا هذا تخرج من الجامعة الإسلامية من كلية الشريعة وجاء إلى مدينة كرن ودرسني في المرحلة الابتدائية عاما واحدا. يا سلام. هذا أيضا خريج الجامعة الإسلامية، سبقوني قبل أن آتي أنا. أما الذين لاحقتهم فأذكر منهم هؤلاء: الشيخ علي شيخ داود كان في كلية الشريعة، والشيخ محمد عمر الحاج أيضا كان في كلية الشريعة، والشيخ عرفة أحمد عرفة الذي قاد الحركة الإسلامية. صحيح. وزميله الشيخ صالح أبو هوى أيضا كان في الجامعة رحمة الله عليهما. وزميل لي سكننا معا في غرفة واحدة بعد ذلك الشيخ محمد صالح عبد الله رحمة الله عليه، رحمه الله، عاد إلى صنعاء وتوفي هناك رحمة الله عليه. هنا أسس معهد وتوفي قبل 5 أعوام تقريبا فيما أذكر، والله أعلم، رحمة الله عليه. وكان الأخ محمد صالح عبد الله الذي ذكرت لك، وأخ أيضا خرج من معهد أسمرة ودرس في الجامعة الإسلامية، محمد حسن عبد الله، وهو الآن جيبوتي ويعيش في جيبوتي. وخضر علي إيمان أيضا ما شاء الله وما زال حيا في كسلة، وهو جاء من السودان. نعم. وإبراهيم سعيداي
أيضا هذا جاء من السودان، وهم من أنصار السنة. استخدمهم الشيخ محمد الحسن عبد القادر رحمة الله عليه، والشيخ إبراهيم طلوق توفي رحمة الله عليه، والشيخ وآخر محمد موسى عمر. هؤلاء من وجدتهم قبلي. نعم. وثم تخرجوا سبحان الله وراحوا عادوا إلى مناطق المهاجرين طيب. الإريتريين. الآن في المرحلة الثانوية يعني غالب الطلاب قبل أن يدخلوا للكليات تتشكل رغباتهم في الكليات من خلال المرحلة الثانوية. بالنسبة لكم في أي كلية أولا، ثم ما السبب في اختيار هذه الكلية التي درستم فيها المرحلة الجامعية؟ نعم، كما تفضلت تتشكل الرغبات في المرحلة الثانوية. نعم. وبعض من الطلاب لهم تطلعات فقهية، ولهم سابق دراسة في مجال الفقه وأصول الفقه. نعم. ويتطلعون أيضا إلى منصب القضاء. فهؤلاء كانوا يذهبون إلى كلية الشريعة. أيضا أثر في ذلك الطلبة السعوديون. نعم. فالطلبة السعوديون غالبا يذهبون إلى كلية الشريعة. يعني كلية الشريعة كانت فيها إقبال كبير. يعني آخرون يذهبون إلى كليات أخرى. إذا سألتني أنا شخصيا، فأنا اخترت كلية الدعوة وأصول الدين. جميل. والسبب إن كنت مولع بالفكر، قراءة الفكر، ولن تكن لي نزعة إلى الفقه وأصوله والأشياء هذه والمسائل الخلافية. يعني نفسي لم تتجه إلى هذا الاتجاه. سبحان الله. كنت أقرأ كتب الفكر. نعم. والمناقشات الفكرية والفرق الكلامية. تمام. ولهذا اخترت أن أذهب إلى كلية الدعوة. يعني هي أقرب كلية تلبي هذه الرغبة التي في نفسك. طيب، لكن أنا أسأل ما الذي جعلك تتجه ناحية قراءة مثلا كتب الفكر؟ هل هناك مؤثر معين أو شخص معين أثر عليك في مثل هذا الأمر فاتجهت إلى هذا الأمر فكان اختيارك لكلية الدعوة وأصول الدين؟ أنا لم يؤثر في شخص ولم يوجهني شخص بعينه. نعم. نعم. ولكن عندما كنت في كرن، ذكرت هذا البارحة. نعم. والدي أنشأ مكتبة عامة. جميل. بالقرب من جامع كرن، ولأنه كان يتردد إلى المملكة العربية السعودية ويأتي بكتب، فجاء بمراجع كتب في مختلف التخصصات، كتب العقيدة، كتب الفكر، وأنا كنت أقرأ هذه الكتب. جميل. والذي كان يلفت نظري وأقرأه الكتب التي فيها المناقشات الفكرية. تمام. فقرأت والتي تربطني بالحاضر. نعم. أيضا كانت عندي نزعة إلى الحوار والنقاش وأنا في كرم. ما شاء الله. فقرأت كتب وقتها أن الوالد رمي بالوهابية. وأنا لازم أن أقرأ عن الوهابية حتى أدافع. والكتب هذه موجودة، فكنت أقرأ في هذا الجانب. فلما ذهبت إلى الجامعة الإسلامية نمت عندي هذه الرغبة. جميل. وبدأت أقرأ الكتب الفكرية وبما يتعلق بمناقشة الأفكار اليسارية.
وكنت أشتريها من المكتبات. والأستاذ الذي كانت عندنا مادة اسمها حاضر العالم الإسلامي، أيضا هذه كانت من المواد المحبوبة عندي. فنمت عندي هذه الرغبة، وقرأت كتاب معالم في الطريق لسيد قطب، هذا الدين، العدالة الاجتماعية في الإسلام. قرأتها مرة وثانية وثالثة، وكلما تقدمت في السلم التعليمي ازددت لها فهما وتعلقا. جميل. نعم. فنمت عندي بهذه الطريقة، فمشيت إلى. وبناء على هذا اخترت. أيضا كنت أقرأ مجلة المجتمع. ما أدري موجودة الآن ولا. الآن ما أدري. كانت تأتي مجلة المجتمع أسبوعيا. سبحان ما كنت أفوتها، كنت أشتريها، وكان عندي كراتين مليئة بالمجلة المجتمع، سبحان الله. وأقرأها بنهم. تصدر من أين؟ من الكويت. من الكويت، صحيح. من جمعية الإصلاح. نعم. طيب، أبرز الكتاب الذين كنت تقرأ لهم، سواء على مستوى الفكر كعموم أو على مستوى الزوايا اللي توجد في مجلة المجتمع. في مجلة المجتمع حقيقة أنا ما كنت أركز على الكاتب، المهم لكن المجلة أقرأها من غلاف إلى غلاف. ما شاء الله. طيب. بغض النظر، ولكن أعرف في ذهني حتى الآن كاتب كان له عمود في مجلة المجتمع، كويتي هو. نعم. هذا الكاتب عموده كان من الأعمدة التي كنت أركز فيها، وكان يتكلم عن التربية وعن الفكر وهي أسطر يعني. نعم. بعدين بعد ذلك ما كان يكتبه في هذه المجلة طبعه في كتاب. جاسم مهلهل. عرفته. جاسم المهلهل، يعني هو أبرز من كان يكتب في مجلة المجتمع. بارك الله فيك. نعم، جاسم المهلهل، ونحن نسلم عليه من هذا المقام. سبحان الله. ونشكره على عطاءاته الفكرية. صحيح. التي قرأناها بنهم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في سجل حسناته. وهو ما شاء الله هو فعلا عنده كتب في التربية، كتب جميلة رائعة جدا. فهذا كان عمود مهم. أيضا إسماعيل الشطي اللي كان مدير تحرير مجلة المجتمع وكان يكتب فيها أيضا، وهو متخصص في مجال الفكر والسياسة، فكان أيضا مما أقرأ مقالاته بتركيز يعني. جميل. هو الآن ترك، وكان الظفيري في قناة الجزيرة عمل معه لقاء ما شاء الله عن حياته السابقة. ما شاء الله. فهي موجودة اللقاء. فهذه كانت من المجلات اللي كانت. طيب، أبرز الكتاب في مجال الفكر، لا شك يعني أنا أقصد ممن تحرص على أن تقرأ لهم، كان الأستاذ محمد قطب رحمه الله. رحمة الله عليه. يا سلام. وآل قطب بشكل عام يعني. نعم. السيد رحمهم الله. في بداية الأمر ما كنت أفهم كتابه معالم في الطريق. وقرأته في كرن، أقول لك أنا قرأته في كرن في مكتبة الوالد، ولكني ما كنت أفهمه. وبعد ذلك في المدينة أيضا وأنا أقرأه ما كنت أستوعبه إلا بعد فترة. ولهذا عندي النسخة التي كنت أقرأ فيها معالم في الطريق ما زالت موجودة حتى الآن في مكتبتي. ما شاء الله. وبقلم رصاص كنت أخط الكتاب على هذه النسخة وألخص يا سلام ما كتبه من أجل أن أفهمه وأثبته في ذهني. والنسخة هذه موجودة في مكتبتي، وقد طلبها مني أحد الأخوة فرفضت أن أعطيها له، لأنه قلت له هذه النسخة التي كنت أقرأها مرارا
وأعيد قراءة النص مرة بعد أخرى. بعدها شقيقه محمد قطب كتاباته أيضا نعم. جاهلية القرن العشرين، نعم. شبهات حول الإسلام، هذه كتبه القديمة يعني. التربية الإسلامية كان عنده مجلدين، وأخذ فيه جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام. واقعنا المعاصر، يا سلام. كيف نقرأ تاريخنا. الله. وآخر ما قرأته له مفاهيم ينبغي أن تصحح، صحيح. وأظن بعدها ما كتب. لا أعتقد. أيوة، أن آخر ما قرأته هو كتابه مفاهيم ينبغي أن تصحح. الله. وكان يأتي للمحاضرة الأسبوعية في الجامعة الإسلامية، الموسم الثقافي للجامعة الإسلامية، ما شاء الله. في قاعة المحاضرات. نعم. وكنت حريصا لحضور محاضراتي، الله. والمحاضرات كانت تسجل في أشرطة، والجامعة تبيعها الأشرطة. أيه. وكان وقتها مسؤول النشاط السيد النزيلي، وهو مصري، ما أدري كان موجود، وهو من الإخوان، إن كان موجودا أو غادر الحياة، على كل رحمه الله حيا وميتا. كان هو مسؤول النشاط في عماد الشؤون أيه. الطلاب. والأعمال شؤون الطلاب، المحاضرات، محاضرة الموسم الثقافي. نعم. والمحاضرة تقام أسبوعيا كل يوم أربعاء. جميل. من بعد المغرب إلى العشاء. فيوم يأتي الشيخ محمد قطب تكتظ القاعة، ما شاء الله. وكنا نصلي في القاعة يا سلام. من أجل أن نظفر بالمقعد، وإلا تقف. أيه. إذا صليت في مسجد الجامعة، نعم. فبعد التسليم من المغرب قد لا تدرك. وإن أدركتها تقف. يعني تدرك أنت المحاضرة. هي نفس القاعة هذه اللي أيوة، نفس القاعة. أي نعم. تدرك المحاضرة لأنه لا يبدأها إلا بعد صلاة المغرب. جميل. لكنك لا تجد مقعدا. أي. فإما تجلس في الممرات بين المقاعد أو تقف. فيعتبر الشيخ محمد قطب من الناس الذين كنت أحرص على سماع محاضراتهم وعلى قراءة كتبهم. رحمه. هذا في الجانب الفكري. نعم. وفي الجانب الشرعي العقائدي كان الشيخ عبد الله الغنيمان، الله يذكره بالخير. نعم. عالم جليل. أيوة، درسني في كلية الدعوة وأصول الدين كتاب التوحيد في صحيح البخاري. نعم، هو الذي ألفه، وبعدين طبعه في مجلدين. في مجلدين. نعم صحيح. فهذا شيخنا الفاضل إيه. الذي تلقينا عنده العقيدة وكتاب الإيمان من صحيح، كتاب التوحيد من صحيح البخاري. نعم. والشيخ صالح العبود أيوه، اللي كان أصبح رئيس الجامعة. إيه نحن بعدنا كان رئيس الجامعة. أيوة. رئيس الجامعة. نعم صحيح. درسنا في الكلية التدمرية. العقيدة التدمرية. نعم، لشيخ الإسلام ابن تيمية. وفي المرحلة الثانوية درسنا العقيدة الواسطية. نعم. نعم. وأيضا درسنا شيخ الآن لا تحضرني الاسم، تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. نعم. في كلية الدعوة وأصول الدين. ودرسنا فتح المجيد شرح كتاب نعم. التوحيد في المرحلة الثانوية. وأيضا من مشايخنا الذين درسونا الدكتور علي جريشة. اي معروف. هو أديب، هو أعتقد قانوني. أيوة. مستشار قانوني هو.
أنا أذكره أيوة. في بدايتنا كان أو كأنه كان آخر أيامه. تقريبا. وهو درسنا مادة أنا لا تحضرني الآن من المواد، المهم كان أستاذنا في كلية الدعوة وأصول الدين. على كل حال شيخنا الوقت داهمنا ونحن على عتبة الكلية، كلية الدعوة وأصول الدين. ولعل اللقاء إن شاء الله مع الشيخ برهان يكتمل الباقي. يكتمل ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. أيها الإخوة والأخوات، كنا في هذا اللقاء الماتع مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور جلال الدين محمد صالح. كنا في تطواف في جزء من حياته، وأعتقد أننا نحتاج إلى مزيد من الحلقات حتى نأتي على حياة شيخنا الشيخ جلال الدين محمد صالح. وإلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. من أجل